السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف راكم؟ نتمنى يا رب يلقاكم هذا الفيديو في أتم الصحة والعافية. نبداو على بركة الله بالصلاة على الحبيب كيف ما العادة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. جيتكم فيديو جديد. هذا الفيديو هو غيبان لكم يعني عادي، كيكه عاديه، الكيك اليومي، ولكن راه لاحظت ان اغلب الناس عندهم مشاكل مع هذا الكيك اليومي. يعني ها اللي كتخرجوا من الفران تيهبط ليها، ها اللي كيخرج اللون ديالو يعني ماشي هو هذاك، ماشي داك الاصفر اللي كنبغيو حنا، داك اللون ديالو مايل للبيوضه، ها اللي ما كيكونش المذاق ديالو زوين. المهم انا في هذا الفيديو هذا تبعوا هذا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تعرفوا على الاسرار ديال الكيك. راه ما كاينش شي حاجه يعني اللي صعيبه، ولكن ضروري انكم تفرجوا في الفيديو من الاول حتى الاخر. المهم ما نطولش عليكم المقدمه، نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للطريقه كيف كتشوفوا انا غنعطيكم المقادير والطريقه في نفس الوقت. انا عندي 5 بيضات، خديت الخلاط الكهربائي غادي ندير فيه 5 بيضات. انا البنات كنفضل في هذا الكيك ديال الحامض اللي غنبداو به هو الاول نخدم بالخلاط الكهربائي. انا ضفت معاه 220 غرام ديال سكر حبيبات اولا السكر سنيده، ما يعادل كاس عامر ديال العنبه، والكاس الثاني ما عامرش بزاف. درت هنا واحد القطرات من نكهه الفاني. هذه كتبقى اختياريه لاننا غادي نستعملوا البشر ديال الحامض. وهنايا غادي نطربوا يعني واحد شويه حتى يندمجوا لنا هاد المكونات. وغادي نضيف الزيت، يعني غادي نحل هذيك التقيبه اللي كتكون الفوق، وغنبقى نضيف الزيت هكا على شكل خويط، يعني بحال ملي كنصاوب المايونيز نفس الطريقه. يعني انا كنضيف داك الزيت شويه بشويه حتى نكمل. عندي كاس ديال العنبه اولا 180 ملي ديال الزيت، كاس عنبه مع واحد المعلقه عامره. صافي من بعد غنضيف الحليب عندي 100 ملي ديال الحليب اولا كاس ديال العنبه ما عامرش ثلثين ديالو. وعندي هذا الياغورت هذا الكريمي بنكهه الفانيليا، انا كنفضل هذا اللي كيجي كريمي بحال هكا. نتوما ضيفوا اي ياغورت عندكم، المهم يكون تقريبا من وزن 110 غرام. هنا غادي نضيف البشر اولا القشر ديال الحامض اولا السيترون. صافي وغادي نرد عاوتاني المكونات للخلاط الكهربائي. غتقول لي علاش ما درتيش الطراب؟ غنقول لكم بالعكس، الخلاط الكهربائي كيجيبها يعني كتجي مفشفشه وكتجي مهويه. مازال ملي كنبغي ندير كيك ديال الشوكولا اولا معلك يعني بالقهوه ولا هذا بحال الكيك الثاني اللي غنصاوبو مع بعض، غندير الطراب الكهربائي. اما لهذا الكيك هذا العادي اليومي كنديروه بالليمون اولا بالحامض اولا بالفاني باش ما بغيتو تنكهوه كتنكهوه. كنفضل انني نخدموه بالطراب هكا الكهربائي، وما كنطربوش بزاف، يعني غير اون فوا كيتخلطوا ليا المكونات وينسجموا ليا صافي كنطفي. هنايا كيف كتشوفوا الخليط خويته هنا في واحد لو بول، وضفت الدقيق. هنا كنغربلو وكنضيف شويه بشويه. الدقيق درت 360 غرام اولا 3 الكؤوس ديال العنبه ونصف، نتوما على حسب الدقيق ديالكم، ولكن انا هذه الكميه اللي خدات ليا. ومن الافضل يفضل انكم ديروا دقيق يعني يكون من نوعيه جيده. هنايا كيف كتشوفوا راني نخلط الدقيق وكنبقى نضيفو يعني وانا كنطرب هكا بالطراب اليدوي. كيف كتشوفوا هذا هو القوام اللي بغيت انايا. ودرت الخمارات، الخميره الكيميائيه درت 3 ديال الساشيات من وزن 8 غرام، يعني ما يعادل 24 غرام ديال الخميره الكيميائيه. خليتها حتى الاخير باش كتخلي ليا يعني داك المفعول ديالها حتى الاخير باش كتنفخ ليا الكيك ديالي. صافي هنايا خديت مول مدهون بالزبده او الدقيق بطبيعه الحال، وغادي ندخلو الفرن ساخن. ديجا دخلت سخنت الفران مسبقا على درجه 180، وغادي ندخل الكيك ديالي. غادي يطيب ليا، غنشعل ليه غير لتحت، فهمتوا البنات؟ غادي نشعل ليه غير لتحت حتى يتنفخ، عاد غادي نحمرو من الفوق. يعني هذه هي الطريقه اللي كندير باش كيجيني الكيك زوين. انا كيف كتشوفوا راني ضربت واحد 2 ضربات غير باش يتقاد لي يعني في المول، ودخلته يطيب. هانتوما كيف كتشوفوا جا منفوخ وطالع ومشقق وغزال. ما نقولش لكم الريحه ديال السيترون تبارك الله عاطيه. هنا راني خليت غير شويه، يعني غير دفا ليا واحد شويه باقي سخون، وغادي نقلبو. غتقولي علاش ما خليتهاش تبرد؟ لا انا كنقلبها وهي باقا سخونه. صافي كنجيب واحد الطبسيل كنقلبها. يعني الا كان المول مدهون مزيان راه ما تخاف والو دغيا كطيح. هانتوما كيف كتشوفوا واللون ديالها ذهبي زوين، يعني ما محروقه ما حتى شي حاجه، وطيبه مزيان ورطبه ومفشفشه. هنا غادي نجيب عاوتاني طبسيل اخر باش غادي نقلبها للجهه الاخرى. الا بغيتو تزوقوها كتخليوها بهذا الشكل هكا وتزوقوها. الا بغيتو هكا يعني الطبقه الفوقانيه تجي ملسه يمكن لكم تخليوها. انا لا، كتعجبني ديك الطبقه اللي مشقه حيت ما غادي نزينها ما ولا نخليها هكا سامبل. صافي وكنشدها كنقلبها. راه ما تخافوا منها والو، خص يديكم تجي خفيفه، تكون خفيفه شويه، يعني ما تحاولوش يعني يعني تكونوا خفاف. المهم فهمتوني واقيلا. صافي هذا الكيك الاول ديالنا ها هو سالينا. غندوزو للكيك الثاني.
كيك ديال الشوكولا ونكهه القهوه. انا خديت عاوتاني 5 حبات من البيض، غندي نضيف معاهم 220 غرام ديال السكر او ما يعادل 2 كيسان ديال العنبه. صافي غادي نطرب مزيان هاد المكونات بالطراب الكهربائي، يعني شويه بما غيبان لينا اللون ديال البيض يعني بدا كيخفف. ثم غنضيف الزيت، يعني نفس الطريقه غنضيفوها هكا شويه بشويه وانا كنطرب. الزيت عندي هنايا تقريبا كاس ديال العنبه ما عامرش ديال الزيت. انا غنخلي لكم المقادير في صندوق الوصف بكاس العنبه بالاكواب المعياريه وتا بالغرام اولا الملي. هنا ضفت واحد الياغورت ديال الفاني من وزن 110 غرام، وهذاك الياغورت عمرته بالحليب، يعني نفس الكاس ديال الياغورت عمرته بالحليب. وهنايا ضفت واحد 2 المعالق ديال الماء، ذوبت فيه واحد ملعقه صغيره من قهوه سريعه الذوبان. صافي وخليتها تذابت ليا مزيان وضفتها. انا ضفت قطرات من نكهه القهوه، الا بغيتو ديروها ما بغيتوش ديروها راه غير ديك القطرات ديال القهوه اللي ضفنا ولا ديك ملعقه ديال القهوه راها كافيه كتعطينا النكهه. هنايا صافي غادي نضيف الدقيق والخميره الكيميائيه، وهنايا ضفت حتى الكاكاو، ملعقه كبيره ممتلئه من الكاكاو أو ما يعادل 15 غرام. ضروري ديروا الغربال اولا هاد المصفات هادي، لان كيبقاو لينا دوك الحبيبات لتحت كتوركوا عليهم هكا بملعقه باش كيجينا الكيك ديالنا ما فيهش دوك الكرات. ملي كنبداو نقطعوا كيبانوا لنا دوك هكا طريفات ديال الدقيق اولا ديال الكاكاو كتجي يعني ما مزياناش. المهم ضروري هاد المصفات هادي، وانا تنضرب وكنغربل كيف كتشوفوا. هنايا حتى الخميرات هي كتكون مكوره، يعني اي حاجه غترميوها يعني النواشف كاملين بصفه عامه كيتغربلوا. صافي هنا غادي نطرب وغادي نخلط المكونات مزيان مع بعض تندمجوا ليا. يعني ضفت هذيك الكميه اللي قلت لكم انا ديال الدقيق، راه نخلي لكم قلت لكم المقادير كامله في صندوق الوصف. يعني الا جربتوا هذه الطريقه كيف ما شفتوني هكا بنفس هذا القوام هكا يجيكم يعني ثقيل شويه ماشي خفيف وماشي عاوتاني مدقص. يعني الا درتوا هذه المقادير بالغرام اللي عطيتكم راه غتجيكم كيكه زوينه. هنا غنجيب هذا المول هذا اللي يعني دار ضجه، هاد لي مول هادو هاد الاشكال، وقال لي ما دهنيش راه ما كيلصقش. المهم انا غنجرب معاكم. لصق ليا هو هذاك، ما لصقش ليا راه غادي نقول لكم راه مزيان. هانتوما كيف كتشوفوا انا قلبتها وهي باقا سخونه حيت خفت لا تلصق ليا، وحيدت المول كيف كتشوفوا راه ما لصقاتش فعلا. يعني يستحق الثمن ديالو شويه، الثمن ديالو تقريبا خديته ب 100 درهم، ولكن راه غزال صراحه عجبني هذا الشكل هذا. وباقي غناخذ شكيلات اخرين ان شاء الله. كيف كتشوفوا جا رطب وغزال. هنايا شديت واحد المورسو ديال الشوكولا باش غادي نزين هذه الكيكه هذه. هذا المورسو كيتباع ب 4 دراهم وقيله. شديتو ضفت ليه واحد شويه ديال الحليب بلا باماغي بلا حتى شي حاجه، هكا نيشان فوق البوطه، وغنبقى نحرك تيدوب ليا غير يعطيني هذا الكاناش هكا بهذا الشكل هذا. يعني كيجي خفيف شويه ولكن راه مزيان. صافي وغادي نغطي الكيكه ديالي من الفوق بهذاك الشوكولا. يعني بغيت نزينها بشويه ديال اللوز اولا تقدروا تزينوها باللي متوفر عندكم. هنايا راني دورت هذاك الشوكولا كامل على السطح ديال الكيك. صافي وغادي نزينها بشويه ديال اللوز. عندي انا داك اللوز باطوني اللي كيجي الشكل ديالو هكا مقطع بالطول. نتوما تقدروا تزينوها باللوز كونكاسي، باللوز مهرمش عادي، ماشي حتى اللوز بالكاوكاو الا عندكم، باي حاجه متوفر عندكم، فيتين اللي عندكم، حبيبات الشوكولا، اي حاجه عندكم متوفره في البيت تقدروا تزينوا بها. كيجي غزال هذا الكيك بديك النكهه ديال القهوه، يعني لعشاق القهوه هذه كتجي غزاله هكا في الكوتي مع كويس ديال القهوه، يا سلام يعني ما تشبعوش منها صراحه. المهم هادو هما الكيكات ديال اليوم. انا زدت واحد حبيبات ديال بيبي شوكولا هنايا فوق منها غير كاضافه، وصافي نتوما راه قلت لكم اللي متوفر عندكم غادي نديروه. نتمنى يا رب هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وينال الاستحسان ديالكم. وبالنسبه اللي اول مره يزور القناه ديالي او لا يصادفها، نتمنى الضغط على الزر الاحمر او زر الاشتراك باش تنضم للاسره ديالنا. وإلا عجبك الفيديو ضغط على زر لايك او الاعجاب، وخليوا لي شي تعليق زوين راه كنفرح. والى فيديو قادم باذن الله تعالى.